رجعنا لكم والجديد شديد، لا شديد على الاخر. جايبه لكم بقى وصفه من حماتي خطيره، ميكس بين اللحمه والكبد والقوانص بتاعه الفراخ. رهيبه خطيره طعمه، قولوا بقى من هنا لحد الصبح. لو جربتوها انا متاكده مليون في الميه ان هي هتعجبكم. والله طعمها خطير، بجد ادمان، هتدمنوها وهتعملوها حرفيا كل اسبوع، مش هتستغنوا عنها تماما. واللي احنا استخدمناه قطعتين بس من اللحمه، يعني اقل من ربع كيلو لحمه بس. قطعتها كده شرايح صغيره واستخدمتها. هوريكم ازاي اللحمه دي، شرايح من اللحمه مستويه مليون في الميه، شايفين دايبه دايبه حرفيا. جربوها وما تنسوش بقى تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وتعالوا نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير على طول. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير. عندي هنا حلة بتغلي، هحط فيها ورقتين من ورق اللورة وهنزل بالقوانص بتاعة الفراخ. طبعا الخطوة دي مهمة وأساسية جدا. الكبد والقوانص بتاعة الفراخ لازم تتسلق الأول علشان تنزل كل الزفارة اللي فيها، لأن معروف إن الكبد والقوانص بتبقى زفرة شوية. فالخطوة دي هتتخلصي من كل الزفارة اللي موجودة في الكبد والقوانص وهتطلع معاكي ممتازة. هشيل الريم اللي بيطلع على الوش ده لأن هو بيكون مجمع كل الزفارة. احنا مش هنستخدم المية، بس طبعا لازم نشيله علشان ما يفضلش يغلي كده معاهم وتمتص الزفارة تاني يعني. كل ما يظهر معاكم كده شيلوه. طبعا بننزل بالقوانص الاول علشان هي بتاخد نار شويه. اول ما تدخل في سوا كده تنزلوا بالكبده، لان الكبده ما بتاخدش نار خالص، بتستوي بسرعه جدا، تاخد غلوتين بالظبط وتطفوا عليها النار، تبقى كده زي الفل تمام جاهزه. يبقى احنا الاول نزلنا بالقوانص بتاعه الفراخ تغلي شويه لحد لما تدخل في سوا، وبعد كده ننزل بالكبده غلوتين 3 ونشيلها ونصفيها طبعا من الميه ونغسلها تاني. تمام كده، تمام زي الفل. عندي طاسة بقى احط فيها شوية زيت حلوين كده واسيبهم يسخنوا كويس. هنزل عليهم ببصلة متقطع، طبعا خطوة مهمة وأساسية. هنشوح في البصل لحد لما ياخد لون ذهبي كده، وكمان هنزل معاهم أول لما يتشوح كده هنزل بمعلقة من الثوم. هيتشوحوا كويس قوي مع بعض، ياخد لون أصفر بس كده. ما تشوحوش البصل قوي علشان لسه هيتشوح مع اللحمة وكمان مع القوانص بتاعة الفراخ، فهيغمق تاني معاكم. لو شوحتوا البصل والثوم زيادة هتيجي تشوحي معاهم اللحمة والكبد والقوانص فهيتحرق، فهو ياخد اللون الذهبي الخفيف ده وتنزلي على طول عليه باللحمة. طبعا مقطعين اللحمة قطع رفيعة جدا، شرايح كده بالطول رفيعة زي كده ما بتعملي الشاورما